بخصوص حساب حمزه مون بيبي بخصوص ماذا؟ ما تفضلوا غادي تشوفوا كلشي قدامكم ان شاء الله. غير واحد النقاط اللي غادي تشوفوا حقائق ردا على اللايف والخرجه الاخيره ديال الفنانه. نعم اللي كتنفي فيه لانه انا ما سعيده شحال ما غتخرج في عمل فني، ولكن انا اضطريت، فنتمنى انه توضح الامور للراي العام ولكل وسائل التواصل الاجتماعي، والله يصاب كل واحد. هاد الحقوق شفت جي معاك بزاف ديال الوقت. انا ما غاديش نجي خاويه، ما كنتش نجي خاويه. توصل الحقيقة كما هي. عفاكم ماشية الله فسعيدة شرف كي كتعرفوا هذا المجال الفني وفي الميدان الفني، فخرجاتي دائما إما كتكون بسبب أغنية جديدة ولا شي عمل فني، ولكن اليوم الخرجة ديالي مجبر أخاك لا بطل. علاش مجبر أخاك لا بطل؟ كلكم كتعرفوا المعنى ديال هذه الكلمة. مؤخرا كانت واحد الخرجة عافاكم تشوفوا كيف يعني ركزوا معايا باش نمشيو إطار باش ما يكونش مغالطات وباش ما يكون حتى شي حاجة، باش كلشي يوصل للمتلقي والناس، لأنه نتوما هما الصوت وانتوما هما العينين ديال هاد الناس غتوصلوا للحقيقة. فسعيدة شرف ما اختارت ودارت خرجة كل شيء. سعيدة شرف كيف قلت لكم دائما كتعرفوا عن خرجاتها كتكون اما على اغنية جديدة ولا شي حاجة، ولكن اليوم في الخرجة الأخيرة ديال الطرف الآخر أو الفنانة كيف تابعتوه كاملين، هادشي ما كنقولوش أنا، تابعتوه كاملين، كان فيه تصريف ديال واحد المغالطات وتسريب ديال واحد ما نسميه انا نقدر نقول اكاذيب. انا راه جايه هنايا ماشي عاجبني الحال ولا فرحانه ولا كنشمت ولا راني صافي راني في موقعكم وكنقول راني انا زعما انا بحال القضيه زعما راه جايه زعما راه بغيت نتبورد ولا باغا نبان ولا كنحاول نهضر بهذه اللهجه باش يفهمها الجميع، ما غنبقاش نهضر بلغه الثقافه وداك الشيء لانه غادي يقول لك هذه راه جات غير تبان ولا. فانا كنتكلم في هذا الموضوع لانه الخرجه الاخيره بالنسبه لي المغالطات اللي كانت فيها كانت قاصحه وصعيبه. فنانه من حقها تخرج الخرجه اللي بغات، ومن حقها تستعطف بالطريقه اللي بغات، ومن حقها تتكلم بالطريقه اللي بغات، حسابها الرسمي هذا وتتكلم مع الناس ديالها كي بغات وعلى اي حاجه اخرى، هذا حقها ما كنمنعها حتى شي واحد وماشي شغلها. ولكن اللي ماشي من حق الانسان هو يمرر الاكاذيب ويمرر الحقائق اللي كاينه مثبته في التحريات الرسميه ومثبته عند القانون، وكذلك يخرج في حقي مغالطات اللي كثيره بزاف واللي ضرتني، حيت في الاول قبل ما نهضر معاكم كتهضر معاكم سعيده شرف الفنانه، وكتهضر معاكم كذلك سعيده شرف الام. كتعرفوا كلكم انني ام 3 ديال الاطفال، فانا ما جيتش بامكاني نخرج انا ونبكي وندير، ولكن انا اليوم جيت اختاريت واحد الطريق اللي هو حداثي وحضاري. شنو هو؟ صافي هو انني ما نخرجش في لايف. علاش؟ لانه انا ما كنعرفش ندير لايف، انا ما مالفاش بداكشي في السوشيال ميديا، ولكن اختاريت اليوم نخرج عن طريق الصحافه، عن طريق الاعلام. علاش؟ باش كل واحد فيكم يكون عنده الحق انه يسولني، باش كل واحد فيكم بغى يعرف الحقيقه من حقه. ما غاديش انا نتخبى ورا لايف وغادي نسالي ونمشي، لا. درت ندوه بحكم انه تكوين اعلامي، ودرت ندوه بحكم انها هي الطريقه اللي صحيحه. انا غادي نبدا معكم الموضوع من الاول، غنعاود لكم بحال الحكايه ولكن بعجاله بالزربه. حساب الاجرامي المسمى بحمزه مونبيبي، عارفينه كيفاش دار ولا ما عارفينوش؟ كاينين بزاف اللي ما عارفينش، كاينين بزاف اللي عارفين. انا غنقول لكم سطر ولا جوج. 2017 كان حساب ديال واحد السيده سميتها سهام باده، وهي الملقبه بسلطانه. هاد السيده كان عندها حساب سناب، فناضت
ناضت شي وحده من هاد يعني ناضت وحده ولا هاد الناس اللي دايرين هاد العمل الاجرامي، شنو داروا؟ هكروا لها التليفون ديالها. ملي اخترقوا لها التليفون ديالها هزوا جميع الاسرار ديالها وحطوها لها في سناب، ومن بعد سماوه حمزه مون بيبي. من بعد سيمانه اسبوع هذيك سي مباطه رجعت الحساب ديالها وهما داروا حساب جديد. واش في اخباركم عمركم سولتوا راسكم شكون اللي دار الاشهار للحساب الاجرامي حمزه مون بيبي؟ شكون اللي دار لي الاشهار الاول؟ يلا هو اخت الفنانه. خرجتي درتي لي الاشهار وخرجتوا كتشيدوا بيه وفرحانين بيه، تابونا من عندها دار الحساب جديد فرحانين بالاجرام. ما يمكنش ما يمكنش. هذا الحساب اللي دمر حياه ناس وشرد ناس وكانوا غيحرقوا راسهم ناس وبزاف وبزاف. فمن خلال هذا الشيء كامل اللي بغيت نقول لكم، وفي هذه القصه كانت كذلك حكايتي انا، حكايه سعيده شرف. وصل اليوم الخطبه ديالي كلكم عرفتوا. نهار تخطبت انا درت حفله على قدي ودرتها في داري، ما درتهاش في قاعه. صحيح انه الفنانه عرضت عليا في الاسبوع ديال بنتها عن طريق السيده صديقه ديالها، يعني ما عرضتش عليا هي وبنفسها، ولكن انا درت حفله في داري. جاو الناس المقربين مني واللي كيجيو عندي لداري، انا ما عمري مشيت عندها لدارها ولا جات عندي لداري، فطبيعي غنعرض على الناس اللي قراب مني. وقلت غادي ندير حفله زفاف وغنعرض على الفنانين كاملين، بحكم انه كانت عندها كنجوم مكهرب بينها وبين سلمى رشيد وما بين ابتسام تيسكات، كان عليا نعرض عليهم كاملين. فلذلك انا قلت الا عرضت عليهم كاملين غادي ينوض عندي شي مشكل في الدار، نخلي حتى القاعه ونعرض عليهم كاملين متبعين معايا. فاذا بنفس الليله ديال الخطبه ديالي كنلقى الفنانه حاطه في ستوري ديالها كبرنا بكم ودرنا لكم وفعلنا لكم وانتم يعني كتلمح عليا. دوزت وشربت عليها جرعه الماء ماشي مشكل. مع الصباح لا لقيت راسي بحساب حمزه مون بيبي. هذا الحساب الاجرامي اللي نزل عليا ولا كيفطرني ويخديني ويعشيني بالتشهير، بالتهديدات، بالسب، بالقتل، بالتنمر، شتى انواع اللي كتخيلوا في راسكم. كذلك انا وعندي 2 وليدات ديك الساعات. من وراها تخطبت كزواجي الاول. من زواجي الاول كان عندي 2 وليدات كلكم كتعرفوا، ما كنخبع والو على الناس. وكنت يلاه تزوجت زواج ثاني. بداو كيدخلوا في العرض ديالي، بداو كيحطوا عليا اشياء ما كيقدرش. امي في القبر جبدوها، امي في القبر ميته، والاب ديالي في القبر جبدوه، ما خلاو حتى شي حاجه ما حطوها. هادشي كله كتعرفوه وكل شيء كان كيعرف. اللي جبت الفنانه ولا تخاصم معاه كيلقى راسو الصباح بالحساب الاجرامي. خاصكم تعرفوا هذا الحساب شنو دار. من بعد انايا حطوا هما هذا الحساب، حطوا الناس ديال المركز الوطني لحقوق الانسان. شكاو بيهم مشاو يا ربي هذا الحساب الوطني لحقوق الانسان، المركز الوطني لحقوق الانسان ديالنا كاملين. فانا مشيت عند الفرقه الوطنيه عيطوا لي، كنت في الشمال. انتم في نظركم ملي كتعيط الفرقه الوطنيه او البوليس كيديروا لكم محضر استماع ولا ما كيديروش؟ كيديروا محضر استماع. فالفنانه جبدات واحد الورقه قدامكم ودارتها ياك وقالت لكم شوفوا راه سعيده داعياني. هذا كان محضر استماع كضحيه الشكايه اللي دار المركز الوطني لحقوق الانسان. واي كلمه كنقولها وانتم عارفين انني قدها، واي كلمه كنتحمل العواقب ديالها والمسؤوليه ديالها، لانني عارفه القانون وعارفه شنو التبعات ديالو. فمن خلال هذا الشيء عافاكم الموسيقى. فعند الفرقه الوطنيه استمعوا لي ومشيت بحالي. هذا الحساب بقى غادي وزايد، غادي وزايد، غادي وزايد، غادي وزايد، غادي كاين اش كيدير؟ كيشهروا بالناس ولا
كيبتزوا الناس ولاو كيبتزوا صحاب المحلات اللي عنده شي محل اللي طبيب اللي هذا ولاو كيحطوا له داكشي ديالو ما بقاش غير حساب لتصفيه الحسابات الشخصيه ولاو دايرين له متاجره. فانا طبيعي مشيت بحالي وليت مراقبه وكلت امر الله وقلت كنتصل. انا دابا هذه الحكايه ديال حمزه مون بيبي وحتى كيفاش ذكرني انا علاش درت هذا التفسير مبسط وما بغيتش نبقى نقرب اللغه ديال الاوراق ولا داكشي باش ما تقولوش كتستعرض ولا كتقول لينا. وكنفسر الناس اللي عارفين وما عارفينش حكايه حمزه مون بيبي. دابا غندخل معكم اللايف ديال الفنان النقط انتم عارفينهم اللي هضرات عليهم ياك كلكم متابعينهم. ونظركم اول نقطه هضرات عليها شنو هي؟ كان شكايه جبدات ورقه وقالت لكم هذه شكايه. دابا انا قدامكم كاملين انا ماشي مسؤوله على انك ما تفرقيش. كان هذا الخطاب للفنانه انا ماشي مسؤوله انك ما كتفرقيش بين محضر استماع وبين الشكايه. والحاجه الثانيه وهي الاقوى وكنشاهدكم كاملين وكنشاهد الراي العام وكنشاهد الناس وكنشاهد الله قبل كل شيء. الا كانت سعيده شرف دايره شكايه بالفنانه واللي هي الطرف الاخر فانا كنتنازل عليها قدامكم. واش بغيتو نقرا من هذا الكلام؟ انت خرجتي وقلتي بانني درت شكايه. خرجتي قلتي درت شكايه. انا كنقول لك قدام الناس واش كاين قوى من هذا الشيء الناس. خرجي قولي للناس وقولي لهم الراي العام والاعلام. قولي لهم عافاكم عطيهم رقم الشكايه وعطيهم الاستاذ اللي كينوب عليك وعطيهم الملف الرقم عدد كذا وعطيهم الى محكمه وعطيهم الى بلاصه ياك وقول لهم هذه الشكايه المباشره اللي قلتي درت بك وانا قدام هاد الناس قدام الراي العام قدام الاعلام قدام اللي كيشاهدونا وطنيا وعربيا والعالم. انا سعيده شرف كنتنازل على الشكايه المباشره اللي قالت لكم درت بها بخصوص حمزه بخصوص هذا الملف بخصوص هذا القضيه تبقى هضره لا وبخصوص الاشاده. انتم في نظركم ملي كنشيدوا واحد الحساب اجرامي باش ما نناقش الموضوع موضوع الشكايه المباشره شكون اللي دارها بلا خروج؟ الا عارفين شكون اللي دار الشكايه بلا خروج؟ هي اللي دارت بها الشكايه والشكايه مباشره وحطاتها عندها البانكلي في انستغرام واخا باقي ما تبلغتش وحتى لا تبلغت مرحبا لانه هذا اجراء قانوني وهذا حق. ماشي كتبوا لي راك هاربه كتبت لي راك هاربه من التبليغ. انا الان دايره ندوه واعلنت على التاريخ واعلنت على الموعد واعلنت على المكان واعلنت على الزمان. اللي خايف ما كيعطيش هذه المعطيات راه يقدر العون القضائي في اي لحظه يدخل يبلغني مرحبا به. كاينه ولا لا؟ هاني الناس وعاد زائد انه مبلغاني في السطور. يعني عمركم شفتوا تبلغ على طريق المفوض القضائي ولا على طريق السطور؟ ها انا بلغتك دابا سيري عندك ما تمشيش غدا. لا زعما هذا اخر ما كاين. حنا نخليو المحكمه ونديرو حنا خدمه العون القضائي ونديرو خدمه المحامي ونديرو خدمه القاضي. ما يمكنش كتضري راسك. راه خاصكم تعرفوا راه عدوها ماشي انا راه عدوها راسها ملي كدير هادشي في راسها. وباقي كنعاودها وكنقول لكم اقسم بالله العظيم وراس ولادي يا ما بغيتك تدخلي للحبس ولا انا شمتانه. انا واحد الانسانه مشيت استمعوا ليا في اقوالي عيطوا ليا الفرقه الوطنيه وتحسبوا ملي عرفوا شكون انا يعني الشكايه كانت بحسان وتحبيت تلقايني شكيت. فملي لقاو هاد الناس هاد الشكايه وعرفوا شكون اللي من وراها خاصكم تعرفوا الادله ما كانتش غير هكا. انا غنجيكم النقطه الاخرى ولكن قبل ما غنوريكم هذه الاشاده الاشاده بهذا الحساب. عطيني بال واحد صافي كيقولوا بانهم عندهم حتى علاقه به. بلاتي هانتوما سمعوا انا الشكوك ديالي عند الفرقه
الوطنيه منين كانت؟ منين؟ من هذاك اللقاء اللي كان هي وهذاك اللي في امريكا اللي هو السيده الباشا كاينه عندها الدراسه عندها بزاف د الحوايج ولكن بناء على هذا الشيء فالادله كاينه بزاف وكثيره غنوريكم غير جوج منهم هنا. علاش انا وهذا حقي علاش انا عند الفرقه الوطنيه ملي سولوني من حقي يسولوني لانه ديك الشكوك ماشي جاتو تكونات. انا هضرت معاك انا حطيت الخطبه ديالي في الليل درتي لي ستوريز بحثت عندك في حمزه غنديري نزلتوا عليا نزلتوا اختك كتخرج كتشيد بيه فرحانه بيه وانتيا كتقولي كيعجبك. واش كاين شي واحد كيجيب بحساب اجرامي واخا هو راه اجرامي عالم افتراضي ولكن راه كيضر. قولوا لي واش ما كانوش الناس خايفين اللي تحط حمزه موبيبي ما كيبقاش يهضروا معاه ياك؟ علاش؟ حيت كيقول لك حتى حنا غيجمعونا معاه. دابا ما بقاش يدير الفكر ومبغيتش ندفع بزاف كون كتشافي وانا اخلاق. فانا الان انا دابا بعد قليل غادي نحط لكم الادله ديال الشكوك ديالي منين جات وغادي نمشي معكم للنقطه الثانيه اللي من وراء الشكايه شنو قلنا فيها؟ حيت انا غنجاوب على كل حاجه. الشكايه شنو قالت لكم سعيده شرف؟ نوضنا دابا نطيحوا. قالت لكم الا انا درت بها شكايه كانت نازل عليها امام الله وامام الشعب المغربي وامام العالم. انا الا لقاوني الا لقيتوني يا الناس ويا المنابر الاعلاميه ويا كلشي غنهضر معاها بخشيبات الا لقيتوني فهاد الشكايه اللي قالت لكم الفنانه انني درت بها فكانت نازل عليها جمله. ولو كانت شكايه كون حطاتها انا حطات الشكايه باقا كاع ما دارتش الشكايه باقا ما تبلغت بها حطاتها. نتوما من نظركم كيف كتعرفوها هي غتكون عندها الشكايه وغتخليها؟ حشومه ما كنخرجوش وريش هاد السيده حيت انا عندي ولاد حيت انا عندي اسره راه انا اللي تضريت انا اللي ضحيه انا اللي استمعت للفرقه الوطنيه كضحيه. كنعاود هالمره حقوق الانسان. اذا النقطه الاولى واضحه يا الا تلقات الشكايه قولها تخرج وتكذبني. الا كانت الشكايه عند الفنانه قولوا ليها وصلوا لها المعلومه طاقيها ولا اللي بغيتو وانا متاكده انها متبعه اللايف وانت كتشوفيني دابا. انا كنطالبك كمواطنه بنت بلادك وكانسانه ضرات كنطالبك تخرجي عند الناس وقولي لهم ها هي الشكايه اللي دارت بيا سعيده شرف وكذبيني. انا كنتمنى والله انك تكذبيني غير خرجي قولي لهم راه كذابه وحطي هذيك الشكايه. حطي شكايه مباشره بحال اللي حطيتي عندك ابانجلي حطيها بالاسم والتاريخ حطيها بالمعلومات الكافيه وشكون اللي كينوب عليك. وإلا حطيتيها أنا قدام هاد الناس إلا تصرفت عليا شكاية فأنا أتنازل. كتسمعوني ياك الإخوان؟ هاد النقطة زناها ديال الشكايات جوابي باين. دابا غادي ندوزو للنقطة الثانية. دابا أنا غنعطيكم كلشي أنا لا ما يمكنش نعطيك الجوار نعطيك كلمه ونمشي وغنتسمى كنغطي. لا بالنسبه للادله كلكم غتحصلوا عليها. راه ما دارنا في بيكيات ولا النقطه الثانيه الاخوان بعدا غير من اجل تعرفوا واحد النقطه مهمه. حشمت راه عطيك الميكرو اللي طاح خليه هو في النقطه الثانيه خليه السيده النقطه الثانيه. كاين احترام هذه يقولك حيت هي الفرصه وانت كتستعفيها لا نوجه تحيه لصاحب الحساب ديال حمزه مومبيري نقول لك 6 مرات هذا الشيء وشكرا لحمزه مومبيري حيت جبرتي ليهم ما قلت لهم شي بزاف في راسي. عاودوا عاد نوجه تحيه صاحب الحساب ديال حمزه نقول لك 6
استعمر هذا الشيء وشكرا لحمزة منبري كيديروا كنوجه تحيه وكتشيد بالحساب الاجرامي. هذه الاخت ديالك ملي كنشيدوا بالحساب الاجرامي فنحن نشارك جرائمه. الله يرضيك ولا هبط شكرا حمزه منبري نوضت لهم الشبر زرق في راسه كنشكروا لانه دار هاد الجرائم. القانون المغربي القانون ماشي سايب راه ما كاين حتى شي دخان بالعافيه. واش انا هادشي جبتو من عندي حيت انا شراتو بحسابها كنشيد بيه فرحانه بها هذه اختها دابا غنجيو لها هي. عطيني ديدو هذاك الانسان اللي هو حمزه منبري بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه. انا كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس وبزاف ديال الحوايج ولكن كيعطي الكل ذي حق حق. هذاك الانسان اللي هو حمزه منبري بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه. انا كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس. من انت حتى توزعي صكوك البراءه؟ كيفاش توزعي صكوك البراءه؟ كيفاش انت فنانه كبيره وعندك حساب وعندك متابعين اللي قلتيها كيتيقوا بهم انت كتشجعي بالاجرام؟ واش كان حساب اجرامي ولا ما كانش؟ كلكم كنتو متابعين. واش ملي انا غادي نوض كفنانه وغادي نشيد بحساب اجرامي شنو علاش كنقلب؟ شنو معناها؟ انا مشاركه. واش نتوما في نظركم المجرم مثلا كنعطيو حنا مثال بالقاتل ولا اللي غيذبح؟ واش اللي غيذبح غير هذاك اللي ذبح؟ راه اللي عطاه الموس واللي عاونوه واللي شد له الذبيحه واللي ما نعرف اش كلشي واللي جهز ليه مسرح الجريمه. انا ملي انت حساب اجرامي وكنعطيك المعلومات ديال الناس وكنعطيك انا غنمشيلكم دابا بزاف ديال الحوايج ولكن كيعطي الكل ذي حق حقه. كيفاش كل هذه حق حساب اجرامي ولا هو اللي كيعطينا حقنا في بلادنا في المملكه المغربيه ولا حساب اجرامي اللي كيعطينا الحقوق؟ وباقا كنعاودها قدامكم انا اقسم بالله كل ما اضطرتنيش الفنانه انه جبدات اسمي وجبداتني انه ظلمتني في هذاك اللايف ما كنتش غادي نجي وما كنتش غندير هذه الخرجه. دائما لم اكن سباقه عمري ما كنت سباقه وجيت غير كنهضر. غادي ندوز معكم دابا النقطه الثانيه. شنو هي قدامكم قالت لكم انا ما لقاو والو في تليفوني. دات التليفونها كاينه ولا ما كايناش؟ قالت لكم عباد الله انا راه ما لقاو عندي والو في تليفوني. غنخرج عندي عفاكم خلينا نركزوا مع الموضوع. كتسمعوا دابا الصوت؟ كيفاش كتقولي ما لقاو عندك والو في تليفونك؟ انا راه ما كيبانش باش كناخذ به الصوت. الصوت ديالو اصاحبي معدل. ما كيبانوش هادو راه غير الصوت. حنا اصلا مش شادين الميكرو. انا قدامكم الناس السيده الفنانه كتقول لكم بانه ما لقاو عندها والو في تليفونها، وانا قدامكم قدام الملأ وقدام الرأي العام وقدام هذه المنابر السابقه اللي قدامي وكنتمنى توصل صوت الحق. خرجي وكتبي محررات رسميه وقولي بانه ما لقاوش عندك، قولي بانه ما لقاوش عندك محادثه خاصه داروها الخبره التقنيه والعلميه، داروها الشرطه والفرقه الوطنيه. خاصكم تعرفوا الناس لانه الفرقه الوطنيه دارت الخبره. واش كتعرف شنو هو الخبره على الهاتف؟ يعني الحقيقه، يعني في تليفونك الشخصي. دابا كتسمع الصوت دابا انا ملي كنتكلم لانه انا كنعاودها وكنقولها هذاك ما كيخصنيش داكشي. انا غادي نجي بارطاجيو ولا خليكم الوثيقه هو البوكي الكساد ديالي فيه علاش واقفه انايا. عندكم وصلنا لواحد النقطه اللي هي مهمه وهي الدليل.
خبره. انا غادي نوريكم الخبره اللي دارت على هاتف الفنانه. واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي حمزه مومبيبيلي هو الحساب الاجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصوره ديال راجلي ديال من هذه. خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاوهاش في تليفونك، وإلا خرجتي كذبتيني فأنت كتضربي بمحررات رسمية وكتضربي بمحررات ديال الفرقة الوطنية. شوفوا الموضوع الناس. أنا أقسم بالله العظيم كنهضر معاكم ما فهمتونيش علاش. اسمحي لي اختي. قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات وكيبارك لك، ولكن كنخاطبك كأم وكامرأة. علاش جبتي تصوير راجلي؟ تصوير راجلي اش كدير عندك في الحساب مع الحساب الاجرامي؟ محادثه بيناتهم بغض النظر ما عرفتش انا وما عارف المحادثه بيناتهم احسن مني. هذه الخبره اللي كاينه في الملف. سعيده اش كاين في المحادثه؟ انا نقول لكم دابا الملف شفتوه باسم صاحب الجلاله، باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، ماشي باسم سعيده، باسم جلاله الملك واي منطوق ديال الحكم. كتقولي ما لقى عندك والو، غنعطيكم المحادثه شنو فيها. شوفوا الصوره ديال الزوج ديالي، كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكنه مع الدراري في بيت واحد. اويلي مسكينه ومالها على هاد السويده. راجلها هذاك الطريق ديالي زعما ولدو وكيدعي بها. قال لها انت اختي عاد كتعاندي، يعني هنا كتلاعب بالشابه المعانده، وعاد كتقول لهم كتقول لي هنا صوري بالغلط. واش كانوا كيهضروا مع بعضياتهم مقطعون؟ انا بغيت نسولكم قدام عافاكم الاخوان، ركزوا معايا. هذا راه دليل مهم جدا. جاوبوني اذا كنت كاذبه، جاوبوني كصحفيين ومازال عندكم الحق الاسئله. اشنا هي هاد الثقه؟ شوفوا معايا، انت فنانه كبيره وعندك حساب رسمي موثق. شنا هي هاد الثقه اللي غادي تجمعك مع حساب اجرامي؟ شنو هاد الثقه؟ انت كتهضري معاه كتقول ليه هذا راجلها كيبيع حوايج في نيويورك ساكن معاها، هذا راجلها، يعني ديجا كنتي هضره معاه. شوف شنو تمسح وشنو تحط. واش فهمتوني ولا لا؟ لا. ملي كنشارك محادثه مع واحد اذا قريب ليا، اذا كنثيق فيه، ملي كنشارك معاه الحياه وكنستبيح الحياه ديال فنانه اخرى هذه بحالها. علاش؟ سعيده شنو كان الهدف؟ اش درت ليك؟ خصني نعرف اشنو درت ليها. شنو كان الهدف؟ انا قدامكم كنسولها دابا وكتشوفوها. هذا التليفون علاش؟ هاشتك حياتي انا كنخاطب الفنانه عباد الله باش كتسمعوني. كنقول لها اش جبت صور راجلي عندك؟ شكون هو؟ بينك وبين الحساب الاجرامي. هو جاب خبز السيبور اش نقولوا له؟ اش جبت صورت ولاد، اش جبت الهضره على ولادي اللي قاصرين تهضري عليهم. ولدي راه مراهق، ولدي الكبير ديك الساعه راه عنده 9 سنين، دابا راه مراهق كيفهم كلشي. القضيه خارجه القضاء على الصلاح. واخا هو انا واخا الولاد كيديروا لهم المراقبه لانهم قاصرين على السوشيال ميديا، ولكن ولادهم كيمشيو للمدرسه الناس كيهضروا معاهم. طبيعي. علاش انت ام انا ماشي ام؟ انت عندك ولاد انا ما عنديش ولاد. انا واحد الحاجه الاخوان، انا بسبب هذه المحادثه هذه ويا ريتها بقات في التليفون ديالها وديالو، قولوا لي فين تحطات نفس المعلومات بنفس الصوره بنفس هادشي كامل، تحط في الحساب الرسمي ديال الحساب الاجرامي، واللي من وراه كان تبعات. ما كنعش، كنبكي الليل، وليت عايشه بالخوف، عايشه كنشوف باش نعاود ثاني غيصبح عليا. واخا انا خاضيه راسي وخاضيه رجليني، كنعرف راسي ما كنديرش شي حاجه اللي غتدخل بالحياه. وانتم متابعيني من 2006 18 سنه ديال الدومين، قولوا لي انا كنتحط بهذه الطريقه علاش؟ علاش تستبيحي حياه فنانه اخرى؟ علاش؟ شنو درت ليه؟ شنو درت لك وكتنكري هاد الدليل؟ هذا راه غير دليل واحد عافاكم الاخوان.
لانه ما بغيتش نبقى لا شوف بغض النظر داكشي اللي لقاو عندك الفرقه الوطنيه انا ماشي شغلي، ما كنهضرش على ناس اخرين، ما غندافعش على واحد اخر، كل معزه كتعلق من رجلها كاينه. فانا هادشي بالاضافه لاش؟ بالاضافه الاعترافات ديالهم على بعضياتهم اللي هما المتهمين اللي كانوا في الملف، وزيد عليهم خاصكم تعرفوا بانه جوج من المتهمين وانتم كتعرفوهم بلا ما نقول الاسماء لانه دوزوا العقوبه ديالهم الله يغفر لهم انا مسامحهم دنيا واخره. السيده اللي جات من اللي كانت في البرتغال وجات للمطار، السيده اللي كتبيع الحوايج انا بدون ما نقول، ولكن هذيك شدوها على غفله في المطار والدراع الالكتروني اللي هو الهاكر ديال هذا الحساب الاجرامي حتى هو شدوه على غفله. شنو لقاو عنده؟ فواياج حيت هي واختها ملي بغا يمشيو للفرقه الوطنيه هما ماشي غبيات، هما تبارك الله بداك الذكاء ماشي غبيات، هما كيمشاو غيمشيو غيحيدوا ما غيفتحوش الحساب في تليفونهم، ماشي شو انت غادي عند الفرقه الوطنيه غتمشي تدخل وانت فاتح الحساب في تليفونك لا كونتيسافات ما راكيش فملي مشيتو الفرقه الوطنيه من 2017 كانوا بزاف ديال الضحايا، خاصكم تعرفوا انه راه كانوا بزاف، راه من 2017 قولوا لي شكون اول مشتكي؟ كانت سلطانه وكان جواد قنانه، حيت راه من 2017 الاخوان الشكايات ديالهم شفتو مشكله ولكن ما بان والو، قلت انا غنمشي نشكي معاها تسلط العظام ويسكت تعيط لي الفرقه الوطنيه كما قلت لي وانا ماشي معكم نقطه بنقطه. خدنا موضوع الشكايه وهضرنا على موضوع الدليل وهذا دليل بين، وما تقولوش لي هذه راه محاكاه عاديه انتم بانت لكم هذه المحاكاه عاديه مع حساب اجرامي، ما كي تحطت هذه المحاكاه في الحساب نفس الموضوع انه راه سعيده راجلها هو في الصوره وهو فاعل وتارك وكيدير، علاش؟ ولدها كيبكي وخلاتو الطريق ديالها، علاش ديال فن باش بغيتيني انا وكاين سعيده ماشي عيب يكون راجلك شي بيع الحوايج ما سيدي انا ما كنهضرش على الموضوع داخل، انا كنهضر على استباحه ديال الحياه الشخصيه، راجلي انا باقي كاع ما وريتو للناس حطوه قبل مني مع الصباح انا باقي كاع ما حطيت ستوريات عسي الخدمه حطوهم بغا يقول زعما واش ضرك انها حطات حيت راجل واش لا عاد غنجاوب على الاسئله عاد كل واحد ضرني راجلي ماشي يوتيوبر ماشي مغني راجلي ماشي ممثل راجلي ماشي باين خليتي بعيد على واش انا عمري وريت لكم وخرجت نقول لكم ها فلان عمرو هضر ما عمرو تكلم 6 سنين ولا 5 سنين متزوجه ما عمري قلت هذا الشيء. سعيده شنو كان الهدف من بدات شكون الصوره؟ وانا خاصو باين داكشي هو غادي يبان في التهم حنا جايين. سعيده ما سمعتش محمد الفرقه الوطنيه اللي كيفاش؟ تعليقات حتى الاستماع انا خدت لكم في الصفحه عندي غنحط لكم عندي شوفوا هادشي كامل اللي كنقول لكم لانه رفعت عنه السريه، اللي بغى نسخه ديال الملف ها هي باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، اللي بغى نسخه يقولها لي نعطيه نسخه انا اللي نسخها ونعطيها ليه، ها هي رفعت السريه، اللي بغى يقرا الملف كامل وعطيوه لمن بغيت تعطيوه. الاحكام راه كتصدر باسم جلاله الملك ماشي باسم سعيده واي حاجه اخرى، هي طبقا للقانون وطبقا للمؤسسه القضائيه وليس طبقا لسعيده. غنمشي معكم نقطه نقطه. عفاكم بالنسبه لهذا الدليل انا عطيتكم واحد يدخل بالاضافه الى الاعترافات وبالاضافه لداك الشيء اللي لقاو في التليفونات ديال هذوك الناس اللي شدوهم على غفله، وهما الهاكر هذاك الدراع الالكتروني والسيده اللي شدوا في المطار. لقاو محادثات ولقاو جروبات ولقاو فيديوهات ولقاو الاوديوات اللي كيصيفطوا بيناتهم ولقاو الاسماء اللي كيتفقوا عليهم باش يديروا جريمه. واش مركزين معايا باقيين؟ غنمشي معكم اسيدي النقطه الثالثه
حيت راه قلت لكم انا هنا راه جايه علاش جيت فقط